في الفيديو اللي فات اتكلمنا على عنصر الستايل وعرفنا ازاي بنستخدمه وعرفنا ازاي نطبق ستايل في نفس صفحة ال HTML، لكن قلنا ان يفضل ان احنا ما نستخدموش علشان خاطر لو احنا استخدمناه جوه فايل HTML زي ما احنا عملنا في index.html، لو احنا احتاجنا ان احنا نضيفه على صفحة تانية في الحالة دي اللي هي صفحة كونتاكت اس، هنضطر ناخده كوبي بيست علشان خاطر نشغله في الصفحة التانية، يا اما مش هيشتغل. فبالتالي مشكلته ان احنا بنضطر ناخده كوبي بيست في كل حتة، وبالتالي لو احنا احتاجنا نعدل على حاجة معينة في مكان بنضطر نعدل عليه في كل الاماكن. فتخيلوا لو احنا عندنا 10 صفح واحتاجنا ان احنا نعمل تعديل في ستايل مشترك ما بين ال10 صفح دول، فبالتالي نضطر ان احنا نخش على صفحة ورا التانية ورا التالتة عشان خاطر نعدل قيمة واحدة بس. فبالتالي قلنا ازاي نقدر نحل المشكلة دي، باننا نعمل ملف CSS بره ملف ال HTML وان احنا نناديه جوه صفحه ال HTML. طب ازاي ده بنقدر نعمله؟ ده بنقدر نعمله عن طريق عنصر في ال HTML وهو اسمه اللينك. دلوقتي هنشوف مع بعضينا ازاي نقدر نطبقه. احنا هنا في صفحه ال HTML هنقدر ناخد الستايل اللي احنا كتبناه هنا، ناخد اللي جوه الستايل، نمسح ملف الستايل اللي احنا قلنا عليه، نقدر نعمل ملف جديد في الفيجوال ستوديو كود. بنقدر نعمله بان احنا ندوس على نيو فايل انتوا تشوفوها او الايكون على الشمال جنب اسم مشروعنا، ندوس عليه هنا ونسميه مثلا style.css. طبعا نقدر نسميه اي حاجه، اهم حاجه يكون نهايته .css علشان خاطر ده اللي هنكتب فيه الستايل. وحطينا هنا الستايل بتاعنا اللي هو في الحاله دي قلنا ان احنا ندي خلفيه لونها ازرق للبادي كله، يعني الموقع بتاعنا كله، ولون ابيض اللي هو لون الكلام. وبالتالي احنا قلنا ان احنا مسحنا الستايل من هنا، وبعد كده نقدر نخش على برضو صفحه الكونتاكت اس ونمسح الستايل من جواه. بالتالي هنلاقي ان مفيش ستايل اتطبق على صفحتنا لان احنا مسحناه من جوه الاندكس والكونتاكت اس. دلوقتي ازاي نربط ملف الستايل بصفحه ال HTML؟ باننا نستخدم عنصر اللينك. طيب ازاي بنستخدم عنصر اللينك؟ عنصر اللينك بيتكتب بالطريقه دي. لينك هو عنصر ما فيهوش محتوى جوه، بالتالي بيكون هو نون كونتينر تاج، واللي معناه ان ما بيكونش جواه محتوى، فبالتالي ما بيكونش ليه كلوزنج تاج، بيتقفل كده بنفس طريقه الميتا. وجوه عنصر اللينك بنقدر نستخدم كام صفه علشان خاطر نقدر نوصل الملفات بصفحه ال HTML. طب ايه هي اهم الصفات اللي بنستخدمها؟ هي اول حاجه هو الريليشن، وهي بتتكتب كلمه ريل، واللي هي معناها ايه علاقه الملف اللي انا هضيفه دلوقتي بصفحه ال HTML بتاعتنا. طبعا ليها اكتر من قيمه، لكن اهم قيمتين هنشرحهم هما الستايل شيت والايكون. الايكون هنشرحها في الفيديو الجاي، لكن في الفيديو ده هنشرح الستايل شيت. فبالتالي بنكتب ستايل شيت وده اللي معناه ستايل، ونستخدم الصفه الثانيه الاتريبيوت الثاني واللي هو بيكون href، واللي جواه بنحط يا اما لينك الستايل شيت اللي احنا عايزين نستخدمه يا اما مساره. فبالتالي احنا هنا عندنا جوه الفولدر بتاعنا، فبالتالي نقدر نكتب style.css، ولو احنا عملنا سيف هنلاقي ان الستايل اللي احنا كتبناه جوه الستايل.css اتطبق في صفحه الاندكس.html. طيب لو احنا عايزين نعمل نفس الكلام في صفحه كونتاكت اس، بنقدر جوه كونتاكت اس نستخدم نفس الحاجه اللي احنا قلناها، هنكتب لينك. طبعا احنا ملوش قفله، يتقفل كده، وبنحط له نفس الكلام اللي هو ريليشن اللي هو علاقه الملف اللي احنا هنضيفه بصفحه ال HTML هيكون ستايل شيت، وفي ال href هيكون style.css. بالتالي لو احنا دخلنا كمان على صفحه كونتاكت اس هنلاقي ان الستايل اتطبق على الاندكس وكونتاكت اس. بالتالي لو العميل جالي تاني يوم وقال لي لا معلش انا اللون الازرق مش حابه، انا عايز اللون احمر، بالتالي بخش هنا وبعدل البلو بخليه ريد، وبلاقي اللون اتغير في الصفحتين في الاندكس والكونتاكت اس. هنشوف دلوقتي الاندكس، هنلاقي ان اللون بتاعه بقى هو اللون اللي اتطبق في الستايل. ولو انا احتجت بعد كده اعمل اي تعديل بقدر اعمله في ملف الستايل من غير ما بلعب في صفحه الاندكس.html او صفحه كونتاكت اس او مهما كانت الصفحه الثانيه اللي موجوده. حاجه ثانيه ان احنا كده نخلي كل ملف ليه الحاجه بتاعته، بالتالي الاندكس.html اللي بنكتب فيه كل حاجه تخص ال HTML، وملف ال CSS كل حاجه بنكتبها في ال CSS. طبعا نصيحه، لو انا عارف ان المشروع بتاعي هيكون كبير وان انا هضطر احط اكتر من ملف CSS في المشروع بتاعي، يفضل ان انا اعمل فولدر واحط فيه كل صفح ال CSS لوحدها عشان خاطر اقدر اقسم ال HTML لوحده وال CSS لوحده والجافا سكريبت لوحده. فده اللي احنا هنعمله في الفيديو ده، ان احنا نيجي جنب الايكون اللي احنا قلنا بتاعت نيو فايل هنلاقي نيو فولدر، ندوس عليها تاني ايكون على الشمال، نكتب مثلا هنا CSS، واقدر انقل ملف الرسالة.css واحطه جوه ملف ال CSS.
هنلاقي طبعا الستايل ما اتطبقش. ليه؟ عشان خاطر احنا غيرنا مسار الستايل دوت سي اس اس، ما بقاش في نفس المكان اللي فيه الاندكس دوت اتش تي ام ال، لكن بقى في فولدر اسمه سي اس اس جواه ملف الستايل. فبالتالي بنيجي هنا نكتب سي اس اس سلاش ستايل دوت سي اس اس عن سيف، هنلاقي الستايل بتاعنا اتطبق. طبعا ما ننساش نعمل نفس الكلام هنا، ونيجي في الاتش ار اف نكتب سي اس اس سلاش ستايل دوت سي اس اس. ليه؟ علشان خاطر صفح الاتش تي ام اللي عندنا هنا جنبهم الفولدر اللي هو اسمه سي اس اس، فبالتالي بنكتب سي اس اس وبنعمل سلاش اللي هو بعد كده يخش جوه، وبعد كده اسم ملف السي اس اس في الحاله دي هو ستايل دوت سي اس اس، ونكتبه بالطريقه دي. هنلاقي ان الستايل اتطبق في صفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال وفي صفحه كونتاكت اس دوت اتش تي ام ال. وبكده يبقى احنا عرفنا اول استخدام لللينك وازاي نوصل ملف السي اس اس بصفحه الاتش تي ام ال بتاعتنا. في الفيديو الجاي هنتكلم على الايكون وازاي ان انا اقدر اغير الايكون اللي جنب كلمه دوكيمنت هنا واخليها ايكون البراند بتاعي. شكرا.